بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداغانم خوشكغانم أي وقت دان وخير روجون مازدان قبول بود لناو أي مان رمضان مباركة إن شاء الله. علي حلقة توامرادان قصة بكم لبان فائدي روجي قردن لناو مان رمضان. طبعا من ليكي لحلقة وتم بيدان مان رمضان روجي قردن التي أبعاد فرديرت فوائد فرديرت يكي لي بعد سياسي ديرت يكي لي بعد اقتصادي ديرت يكي لي بعد تربوي ديرت يكي لي بعد اجتماعي ديرت يكي لي بعد أخلاقي ديرت يكي لي بعد صحي ديرت أيقشتي إيمتوني من وري بقري من لناو مان رمضان وقت روجي قري من إسمن وقت قم دوانزا سينزا دقس وقت نير من لبان أيقشتي قصة بكم توام لبان يقدن للي ارادان قسبكم او شهم كلبر اگر بتوام قسبكم واسراحه خوام دوسي ساعه وقت توام فعلماء الوائشن للصوم فوائد كثيره فوائد فرديرت روجي قرن مان رمضان منها فائده اجتماعيه هاتي وفائده اقتصاديه وفائدة تربوية وفائدة روحية وفائدة أخلاقية تمام وفائدة صحية خاصة لبان صحة مان خاص إما وتي من لهيني وقتهم كما فلبان يكي لي فوائدي لرادان قسكم كخوي أو فائدة صحية سا روجي قردن ناو مان رمضان فائدة صحي ديرد لبان جيان مان لبان بدن مان لبان صحة مان بلا بشي من شيء أي فائدة صحية طبعا أجر بيمن سواو بيمن فائدة تربوي فائدة روحي أيكشتي وتم بدان فائدة أخلاقي اجتماعي اقتصادي سياسي أيكشي لبان يخصن يكم بس آثارجي تشست لبان بدن مان شون روجي قردن لنا مان رمضان على صحة مان خاصة شون وتشوشن وكيلوا يشدن بلا أرادان بخون مي ناورا قجتا نجا قسيتشتي لفكر مو بتشدن يشن العامل في كثير من الأمراض أي الشيخ ناصر مكارم الشيرازي خدا حفظي بكد يكي لقوراي علماء مانا يكي لقوراي فقهاء مانا هالا قم خدا حفظي بكد تفسير جديد وشنا في تفسير الأمثل ناو تفسير جاي وقت رصد أي آية مباركة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تفسير أي آية وقت كاد وأي فوائد نشان ددرا عالم الواء يشدن وقت رصد فائدة صحية الواء يشدن قشتان بنن الله يشد العامل في كثير من الأمراض هو الإسراف في تناول الأطعمة المختلفة يشد أي نخوشي إما ورقريمين فرقي تيدن لخواردن وبالفعل رايشن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء المعدة بيت الداء فللي نخوشي ورقريمين وسبب فرخواردن إسراف لخواردن لنان خواردن لأو خواردن تمام خدا القرآن شد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إما إسراف كيمن فرخوي من نتوش نخوشيت يمن تمام يشد العامل في كثير من الأمراض هو الإسراف في تناول الأطعمة المختلفة أشكال خويمن أشكالات خويمن المواد الغذائية الزائدة بجلف الشيخ تشفشد طبعا هي تقرير علمية هي أطباء الدكتور الواء الشدن بياغا خوي اختصاصي نية يجي شي بديسي إلى تقارير أطباء والدكاترة في تناول الأطعمة المختلفة المواد الغذائية الزائدة تتراكم في الجسم بشد وقت نانفر أخوي أو جسم توادي بدي زيايقة تراكم بودن أو جيانت كومو بودن بجنفن شوشت المواد الغذائية الزائدة تتراكم في الجسم على شكل مواد دهنية بودا شكل شتي تشوريه لناو زقة لناو جيانة إنسان وتدخل أي
مواد الشورية أو خواردن زيايقة بودة شوري أو شورية راكو تشدن بجنفن وتدخل هي أي مواد شورية وتدخل هي والمواد السكرية في الدم أي شورية تشدن أو خون مان والشرينيو وقت تشدن أو خون أوسا كوليسترول تشدبان ثلاثي تشدبان دهون ضارة تأثير اللي ديره ديوسا شرياني بسيت ديوسا جلطة ددلي أجر نمرت تمام سكري تشدبان تراكمي يومي بودا نخوتوش نخوشي سكرتيات تمام ضعف جنسي بودا بي شريني ديجارة نخوات زخمي خاصة ونيا ودن لقياني بران تاكو شدي نعوذ بالله بجنفن ثم خاطري فرسة وهذه المواد الزائدة بجنفن وسط صالح يعني شو وسط يعني نقل كد وسط صالح لتكاثر أنواع الميكروبات شو بده ميكروبات بده جراثيم والأمراض بده أمراض لقيان مان وفي هذه الحالة يكون الإمساك أفضل طريقة لمكافحة هذه الأمراض يشد إمساك يعني روجي قردن خاسترين طريقة خاسترين ريا أرا خاطر مقيتي صحة ما بكي من لي جراثيم ميلة لي ميكروبات لي نخوشية الصوم شيخ يشد الصوم يحرق الفضلات روجي قردن شا فضلات سو قمامات سو تعبير شيخ خواردن زيايا أو زيايا هرشا زيايا جسم نيت هذا تقبل نيكات روجي قردن سزندي أو خواردن زيايا أو فضلات أو قمامات الصوم يحرق الفضلات والقمامات المتراكمة في الجسم لا ركو مبيو لناو جانمان وهو في الواقع عملية تطهير شاملة للبدن يشد روجي قردن وقع عملية باكو كردني قرا جيان قشتي باكو كت شون أي جهاز وقت فيروس شدتي مثال رادان تيرم أي جهاز موبايل وقت فيروس شدتي جهاز قد قرصة وبوت برامجي زيو كارنيا كت زيو قلبونيا كت تشي كيدن تشي فورماتي كيد وقت فورماتي كيد جهاز قد سوكو بوت نشطة بوت جيان أي مشالواسة روجي قردن وقت فورمات ألا جيان بشر جان مان آزا وكد جان مان نشطة وكد سوق مان وكدن حركة مان خفيفة وبود اليواسة جالسة الشيخ يشد إضافة إلى أنه استراحة مناسبة لجهاز الهضم يق استراحتي شراي معدة جهاز هضم صالة يقشي معدة كاركد شو روش كاركد هضم كد بلا يقمان والروش استراحات بكد أي معدة بدبخته وتنظيف له روجي قردن معدة باكا وكد شيخ يشدن المنهمك في العمل طوال أيام السنة يعني صالة قشتي شكت بود أي معدة كاركت شوروش خواردن هضم كد بلا يقمان وروش أي معدة خالي بود واستراحة خوي بودن تاباكو بود ينبغي للصائم أن لا يكثر من الطعام شيخ يشد نصيحتنا كم أو روجوان لنا ومان رمضان نانفر نخود وقت دمو كيد نانفر نخوة وقت السحور باشيم كيد نانفر نخوة ينبغي للصائم أن لا يكثر من الطعام عند الإفطار والسحور وقت إفطار ووقت السحور ألا يشد حسب تعاليم الإسلام إسلام الوايشد دين الوايشد إسلام مان دين مان إجدبي مان وقت الروجي قرين لنا مان رمضان وغير مان رمضانيش وقت الدموكين كم نان بخون وقت السحور كين كم بخون أرى صحة دان خاصة حسب تعاليم الإسلام كي تتحقق الآثار الصحية لهذه العبادة ولا تشرجي قردينة توان غير فائدة وربقرين أجر نانفل بخوين فائدة ترورني قرين عزاو صحة دان دين مشاكل را صحة دان تيرين أمراض وميكروبات را صحة دان تيرين وقت نانفل بخوين فنان كم بخوين خاص كي تتحقق الآثار الصحية لهذه العبادة يعني عبادة روجي قردين يقول العالم الروسي الكسي سوفورين في كتابه معروف عالم روسي الكسي سوفورين في كتابه الصوم سبيل ناجح في علاج أمراض فقر الدم بجنا فني عالم روسي شد روجي قردن علاج أين خوشيلة كد أقول لك روجي بقردن مانغ رمضان وغير مانغ رمضان أين خوشيلة توش أين خوشيلة نية يدن شيء بلا رنان سريع بخون متى وقتم خلاص نوية
يكل لي وسيشد في علاج أمراض فقر الدم نيودبي، وضعف الأمعاء أودو، والالتهابات البسيطة والمزمنة، والدمامل دنبل الداخلية والخارجية ناودشت، والسل نخوشي السل، والروماتيزم أيشا، والنقرس، والاستسقاء، وعرق النساء، وتناثر الجلد بجنفن، وأمراض العين شوي نيت يدجان، ومرض السكر تش سكر نيت يدن، وأمراض الكلية كلية من الساقة، والكبد كبدي قرشي، والأمراض الأخرى وشد نخوشي أي نخوشي لقشتي ديرو لليدان كفد وقت روجي بقرين بردوام. عن رسول الله حديثي بلا بخون ميتا وقت برنامجهم توام نوية. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صوموا تصحوا. قسي كسي سوفورين قشتي بيغمر لخصي كرنا ودو قصة بيغمر يشدن صوموا تصحوا روجي بقرن تا صحت دان خاز بودن. يك حديث تردي لدن يشدن صلى الله عليه وآله قال: المعدة بيت كل داء، والحمية رأس كل دواء. بيغمر لوا يشد معدة شونة هين دواء هين خوشية حمية بكن خواردن فلان نخوان نخواردن جن دولو بكفن تا صحت دان هبي منت خاصة. وأيضا قال صلى الله عليه وآله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. بيغمر يشدن أي آدمية وعاء يعني كيسي برنكر يا الشر لمعدي زياتر، يعني أي معدة دانا ترى جاوسا عذاب دان ددن، هم آثار سلبي لبان صحت دان ديردن، هم لبان روح دان، هم لبان نفس دان. سلام خدا لبان بيغمرو قصي بيغمرو أهل بيت بيغمر. بلاغان خوش كانم وقت برنامجكم توابي رجو نماز دان قبول بود لنا إيمان رمضان مباركة جورين مكان تاسو إشما بيدان تاو موقع بنشنا خير خدا والدانو.